عايزك تدي نصيحة لأي حد عنده فاميلي بيزنس. أسرع طريق للعلاج إنك تعترف إنك عيان. والله امم ده أسرع طريق. ما تفتكرش إن الحب هيحل كل حاجة، ما تفتكرش إن الإخوات حابين بعضيهم فالدنيا هتكمل جميلة ولذيذة. ولادك حتى لو بيعشقوا بعضيهم ده هيتجوز، مراته هتسيطر وأنت مش واخد بالك. عايز تحمي عيالك، حدد كل حاجة من دلوقتي. ابني دستور عيلة من دلوقتي، اكتب لهم كل حاجة، حددها. لو حصل كذا هيحصل كذا، لو حصل خناقة ما بينكم عشان كذا هيحصل كذا، لو حد عايز يخرج من البيزنس هيخرج بالطريقة ديت، مين اللي هيبقى ليدر بعدي أو هنختار الليدر إزاي. كل الحاجات دي حلها، كل الحاجات دي. ممتلكاتك وضحها. على فكرة في ما شاء الله فاوندرز كتير جدا بيبقوا مخبين أصلا ممتلكاتهم عن عيالهم. وفي لو هم أخين الفاوندرز بتلاقي الممتلكات داخلة في بعضيها. صح. يعني ما تحطش عيالك في المواقف دي ليه؟ وشايف الموضوع مش موضوع الورث والشرع هيحلها، والله ما بيحلها. على فكرة أنا قابلت كتير، يعني أنا في ناس كتير بعد كذا بودكاست بيكلموني بنات حاولوا يوصلوا لي ويكلموني اللي هو أنا عندي مشكلة كذا، طب أعمل إيه؟ طب أعمل إيه؟ والله يا أخويا لذيذ وجميل ومحترم بس أعمل إيه؟ طب مش عارف إيه حصل إيه؟ حطيت ليه نفس بنتك في الموقف ده؟ ليه؟ عايز تحمي ولادك بجد، بص على كده. يعني ده حلمي للفاميلي بيزنسز. الحقوا وما تفتكرش ان الوقت جميل. انا ممكن انزل دلوقتي اروح فيها عادي.